تصدق لو قلتلك إن في قلب جامعة عين شمس وسط زحمة الطلبة والكليات في قصر ملكي كان من أخطر وأغلى قصور مصر زمان. قصر اتبنت جوه حيطانه مؤامرات واتعملت فيه حفلات ما حصلتش، واتقال عليه قصص مرعبة لحد النهاردة. القصر ده هو قصر الزعفران، وصدقني حكاياته مش مجرد حيطان قديمة، ده جواه أسرار كتيرة. القصر ده اتبنى سنة 1870 في عهد الخديوي إسماعيل. الراجل ده كانت دماغه كلها أوروبا، قالك أنا عايز القاهرة تبقى باريس الشرق، فجاب مهندسين مخصوص وصرف ملايين عشان يطلع القصر ده تحفة معمارية. هتلاقي نفسك واقف قدام قصر ضخم، واجهته بيضة مزينة بنقوش أوروبية، سلم رخامي أبيض عريض وشبابيك عالية بتطل على جنينة كبيرة. هتقول لنفسك إيه اللي جاب التحفة الملكية دي هنا وسط الجامعة؟ الحكاية اللي هنحكيها هنا مش بس حكاية مبنى، دي حكاية تاريخ كامل اسمه قصر الزعفران. قصر الزعفران اتبنى سنة 1870 في عهد الخديوي إسماعيل. الراجل ده كانت دماغه كلها أوروبا، قالك أنا عايز القاهرة تبقى باريس الشرق، وده اللي خلاه جاب مهندسين فرنسيين مخصوص وصرف ملايين عشان يبني القصر ده. الأرض دي أصلا كانت مزروعة زعفران، ومن هنا جه الاسم. تخيل المكان قبل القصر ده كان كله زرع، وبعدين فجأة يطلع قصر أبيض ضخم كأنه نازل من السماء. القصر ده عبارة عن تحفة معمارية، سلالم رخام أبيض نادر، والسقف مليان زخارف وذهب. الأوض واسعة جدا، كل أوضة تبني بيت كامل. متخيلين الأوضة واسعة ازاي؟ والشبابيك ضخمة جدا تدخل الشمس والنور وتخلي المكان كله منور مش محتاج إضاءة. وحوالين القصر جنينة كبيرة. الخديوي إسماعيل استخدم القصر ده للضيافة، وبعده جه الملك فؤاد اللي سكن في القصر فترة، وفي ناس بتقول إن كان بيتعمل فيه اجتماعات سرية مع سياسيين كبار في عز الاحتلال الإنجليزي. أما بقى الملك فاروق فالقصر بالنسبة له كان مكان للمتعة والحفلات، كان بيجي يعمل حفلات خاصة بعيد عن العيون. والقصر كان مشهور وقتها بحاجة اسمها ليالي الزعفران، حفلات ما اتكتبتش في التاريخ وما توثقتش رسمي، لكن المؤرخين والأوروبيين والرحالة كتبوا عنها في مذكراتهم. والحفلات دي زي ما ذكر المؤرخين كان فيها مزيكا شرقية وغربية، ورقص وأكل وشرب على أعلى مستوى، والنجف الضخم منور القاعة كلها، والسقف المرسوم عليه صور ملائكة وأزهار من الذهب. الحفلات دي خلت الأوروبيين يبصوا لمصر على إنها بلد مش أقل من أي عاصمة كبيرة. ونفس القصر شهد في بداية القرن العشرين مفاوضات سياسية بين الحكام والإنجليز، وفي الأربعينات قبل الثورة القصر ده كان مقر لبعض الوزارات. يعني القصر ده ما كانش بس ترفيه، ده كان مسرح للسياسة والمستقبل. وبعد ثورة 1952 كل حاجة اتغيرت، القصور اتأممت والزعفران بقى ملك الدولة، وبعد شوية اتسلم لجامعة عين شمس وبقى مقر إدارتها. وهنا بدأت الطلبة والموظفين يحكوا عن أسرار وغرائب بتحصل جوه القصر، إن في أبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، أصوات خطوات في الممرات الفاضية، ناس قالت شافت ست لابسة فستان أبيض بتمشي بالليل في الدور التاني، سموها شبح الأميرة، وقالوا إنها واحدة من الأميرات اللي ماتت في القصر. مش بس كده، ده في إشاعات إن في أنفاق سرية طالعة من القصر لحد قصر عابدين كانوا بيستخدموها للهروب أو التنقل في السر. لحد دلوقتي مفيش دليل رسمي، بس في ناس كتيرة بتأكد إنها موجودة. في النهاية قصر الزعفران من أرض مزروعة بالزعفران لقصر ملكي مليان ذهب ورخام، لمكان اتعملت فيه حفلات ومؤامرات وأحداث سياسية، وبعدين بقى قلب جامعة عين شمس اللي بتخرج أجيال. القصر لسه موجود لحد النهاردة في قلب جامعة عين شمس، لكن مليان أسرار مش كلها اتكشفت.
يمكن لو دخلت لوحدك ممراته في عز الليل هتلاقي الماضي اللي لسه بيهمس لك. لو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في القناة واستناني في الحلقة الجاية. أصل عندنا لسه قصور وحكايات وأسرار، بس ما تستغربش.